السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. امبارح كنت راجع بيتي، قابلت واحد صاحبي ما بقابل يعني ما شفتوش من زمان. ربنا قدر ان انا اقابله. المهم وقف يسلم عليا، قعدنا نتكلم شوية. ايه ما بتجيش ليه؟ كنا بنلعب مع بعض كورة، بطل هو يروح بطلت انا اروح. اتكلمنا مع بعض بتاع 10 دقايق وبعد كده انا خلاص ماشي. فمش عارف قال لي ايه، فبسلم عليه بقول له كان بيشتكي لي يعني من الظروف والدنيا واللي بيحصل، وان هو متضايق قوي على اللي بيحصل في الازمة اللي احنا فيها. وانا ماشي قلت له عايز اقول لك على حاجة، بس خد بالك من الصلاة. انا قلت له الكلمة دي وماشي، لقيته مسك ايديا وقال لي صدق ان انت قلت لي حاجة انا كنت محتاج ان حد يقولها لي. انا متضايق قوي ان انا ما بصليش. قال لي كل الكلام اللي قلته لك ده كان كلام وخلاص، بس الحقيقة ان انا زعلان ان انا مقصر مع ربنا. ابويا كل شويه يقول لي يا ابني الصلاه الصلاه، وانا ما اعرفش ليه مش بصلي، ما اعرفش ليه تقيله قوي كده. قلت له هي طبعا تقيله لان الشيطان قال لربنا وعزتك وجلالك لاقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني انا هقعد لهم على الطريق المستقيم. يعني ايه شغلة الشيطان؟ ان هو ياخدنا لجهنم وانت مش عايزها تقيلة، هيتقلها عليك. بس ربنا قال وانها لكبيرة الا على الخاشعين. احنا مش الخاشعين، احنا عايزين نكون بنحافظ على الصلاة. احنا عايزين ننصر اخواتنا بان احنا ننصر ديننا. انت متصور ان الفرد العملي كله كلام، اللي رافع علم القضية واللي بيتكلم وعايز ينصر وعايز يجاهد وعايز يعمل، وهو اصلا مش قادر يجاهد نفسه في انه يعمل اول فرض واهم فرض في الدين اللي هو الصلاة. انت متصور يا جماعة الصلاة مش حاجة سهلة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. انت متصور؟ يعني انت متصور ان انت ما بتصليش ومتصور ان انت ما بتعملش حاجة عادي؟ يعني ايه انا مسلم؟ لا، انت انت ما وصلتش لمرحلة الاسلام اصلا. لما كان سيدنا النبي قاعد وفي حد دخل على سيدنا النبي، والصحابة بيقول احنا كنا قاعدين وفجأة دخل حد. طبعا انا بحكي لك مش بصيغة الحديث يعني بالظبط. رجل دخل عليهم، هم ما يعرفوهوش، لا يرى عليه اثر السفر، غريب ومش جاي، شكله مش جاي من سفر. فجلس الى النبي وحط ركبته في قصاد ركبة النبي، واخذ يجلس النبي يسأل النبي والنبي يجاوب. فاول حاجة سألها النبي قال يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فسيدنا النبي قال له الإسلام، أنت متصور؟ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله باللسان، فشهدنا كلنا. طب إيه الجزء العملي؟ وتقيم الصلاة، بتصلي. تاني أول حاجة في الشغل العملي وتقيم الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ده الإسلام. قال صدقت. ثم سألوا على الإيمان، قال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. قال صدقت. درجات. قال له ما الإحسان؟ قال له الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دي أعلى درجة. أنت بتتكلم في إن إسلام، إيمان، إحسان. أصحاب القضية مش بس عندهم، مش بس مسلمين، ده مؤمنين إن هم هيبقوا في مكان أحسن، ده راسخين. احنا بقى اللي بعيد في منا. انت متصور ان هو بس يعني كلمة اسلام، انا مش عارف اقول ايه، ان هو شهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. طب اقام الصلاة؟ لا لا، ما بيصليش اصلا، هو بيسمع الاذان ومش بيصلي، وعايز ينصر القضية وعايز يقاطع. لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا بيروحوا يحاربوا ويرجعوا من الحرب، كان سيدنا النبي بيقول لهم سبتوا الجهاد الأصغر والآن أنتم في الجهاد الأكبر. قالوا يعني ما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال جهاد النفس، هتقعد تجاهد نفسك
نفسك عاملة شبه الحصان، حد جاب لك جواد او حصان جامد قوي وانت المفروض تروضه. هل انت هتروضه على طول؟ لا، هتقعد بقى ايه، تضحك على نفسك كده شويه كده شويه لحد ما تروض الحصان ده وانت اللي تركب وانت اللي تسوق. اللي انا جاي اقوله باختصار، واسف لو انا طولت، وشكرا لو انت لسه مكمل الفيديو، لان انت بقيت قليل قوي، او الناس بقت قليله اللي بقى عندها طولة بال ان هي تسمع. بس لو كملت الفيديو فاكيد 1000000% الفيديو ده رسالة ليك انت او ليكي انتي. شكرا. وانت انسان واعي، وانت انسان ربنا بيحبك وعايز يسمعك، وعشان كده انت بتسمع دلوقتي. واكيد انت متألم انك انت ما بتصليش، اكيد 1000000% انت متألم ان انت ما بتصليش، وعشان كده انت مكمل سماع للفيديو ده. من الاخر لازم تصلي، مفيش مجال. الصلاة خط احمر، الصلاة رقم 1. انت بتقوم من النوم عشان تصلي الخمس فرائض الصلوات بتوعك. حط كده، شيل الصلاة من الحتة اللي ورا دي اللي هي مش مهمة، حطها قدام عينيك في الحتة اللي هي لا، رقم 1. ربنا بيقول الله أكبر الله أكبر، يبقى الله أكبر فعلا. لما بيقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يبقى أنا رايح حي على الصلاة عشان آخد الفلاح. أنا مش هبقى، مش هينفع ربنا يقول الله أكبر وأنا مش موجود. فلازم رقم 1 إنك تخلي الصلاة رقم 1 في حياتك، وتبقى أنت فاهم كويس قوي إن أنت بتصلي الخمس صلوات في المسجد، ده إنجاز عظيم. ولو ما صليتهمش في المسجد بتصليهم في ميعادهم، ده برضو إنجاز عظيم. إن أنت بتنصر إخواتك كده، أنت بتنصرهم، إنك أنت بتقوي دينك، أنت قوي دينيا، أنت مسلم بجد. انت بتروح تدعي وانت ساجد ليهم من قلبك. انت لما بتروح تصلي عارف ان ربنا هيوفقك في حياتك وهتنجح في شغلك وهتكبر، فبالتالي كلنا هنكبر وكلنا ربنا هيوفقنا عشان احنا معاه. لكن ما نبقاش احنا بعيد عن ديننا وعمالين نقول القضية. ارجع صلي، خطوات عملية عشان تساعدك على الصلاة. خليك على طول اغلب الوقت لو تعرف تبقى متوضي، خلي معاك مصلية. لو انت بعيد عن الصلاة خالص خلي معاك دايما مصلية. خلي معاكي اسدالك او طرحتك لو انت بتروحي الجامعة او بتروحي اي حاجة. حاول ما تشاورش عقلك في الصلاة، يعني انت خلاص انت قايم من النوم انت مركز وواعي جدا، والصلاة اول اهتماماتك ان انا النهاردة عندي 5 صلوات لازم اعملهم في وقتهم. فانت مركز قوي، فلما يعني الاذان يأذن فانت عارف ان انت عندك وقت لازم هتصلي فيه قبل ما تخش الصلاة التانية. افرش مصليتك وصلي. لو صليت في الجامع يا حبذا، بس مش لازم تصلي في الجامع في الاول. مش لازم تصلي سنن، مش لازم تصلي في الاول سنن، وانا اللي بقول لك كده. مش لازم تحمل على نفسك جامد، لان الروحانيات دي عضلة، فكل لما انت بتزود كل لما بتحس ان هي تقيلة. لا، صلي بس الفروض بتاعتك، امسك بس في الفرض. لما واحد من الصحابه راح للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له يا رسول الله المفروض ان انا اعمل ايه؟ قال له هتصلي الخمس صلوات بتوعك، هتصوم شهر في السنه، هتدفع زكاتك لو عليك زكاه، هتحج البيت لو استطعت. قال له بس الخمسه دول؟ قال له بس الخمسه دول. قال له والله لا ازيد عليهم. يعني يا سيدنا النبي انا مش هزود على اللي انت قلته ده. فالراجل مشى، فسيدنا النبي قام بص للصحابه كده وبص له وقال فلح ان صدق، لو بس عمل الحاجات دي. مش جاي اقول لك يا عم صوم اثنين وخميس وصلي السنه وصلي قيام ليل ويبقى ليك ورد من القران، كل ده هيجي، بس اوعى تعمل كده وانت بعيد اصلا. اوعى تخش الجيم وتشيل اوزان تقيله قوي لانك هتبطل. ارجع، خلي الصلاه رقم 1. ارجع لربنا وخلي عندك نيه ان رجوعك ده عشان تنصر الاسلام. عشان الاسلام ان هو اللي سيدنا النبي قال عليه الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان تقيم الصلاه. فانت عشان تعز الاسلام لازم تكون انت اصلا مسلم، لازم تكون بتعمل فرائض ربنا. نرجع تاني نصلي. ارجعي تاني صلي، ارجعي تاني حافظي على صلاتك، وشوفي ربنا هيكرمك ازاي، وشوفي السكينة اللي ربنا هيكرمك بيها، وشوفي السكينة اللي ربنا هيرميها في قلبك، وشوفي الطمأنينة. الرزق مش بس فلوس وانك انت تبقى ناجح وحققت اهدافك، الرزق في السكينة. الرزق في انك انت ما بتبقاش خايف وانت مع ربنا. انت كل شوية بتروح تقول له اياك نعبد واياك نستعين. ربنا بيقول ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا
وإذا مسه الخير منوعا. دي طبيعة الإنسان، على طول خايفين وعلى طول، ولو جالنا خير ننسى بقى ربنا وننسى الصلاة. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ربنا استثنى وقال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. عايزين نرجع للصلاة تاني، عايزين نقوي روحنا، نرجع عشان ننصر الإسلام، نرجع عشان ننتصر على نفسنا، نرجع وتبقى دي الخطوة اللي احنا بنقدمها لاخواتنا واحنا مش عارفين نعمل ايه. فاحنا هنهزم نفسنا في تقصيرنا في ديننا، في ان احنا نرجع تاني للدين، ونرجع تاني بأول فرض في الدين اللي هو الإسلام. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، وشكرا ان انت كملت الفيديو الاخر. وزي ما بقول كل مره، الفيديو ده اكيد رساله ليك، اكيد مش صدفه. ارجع من النهارده، اتوضى، خش صلي العشاء، اتوضي، خش صلي العشاء، ومن بكره 5 صلواتك ما بتسيبيهمش ابدا ابدا. نصره للاسلام، نصره للدين. ويا رب يثبتنا على الدين، يا رب يعز الاسلام والمسلمين، يا رب يعيننا على نفسنا، يا رب يخلي الصلاه وربنا يكون رقم 1 في حياتنا، وكل حاجة بعد كده هتبقى سهلة، لأنك انت رحت لربنا، واللي معاه ربنا من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. وربنا بيقول إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. يعني كل أمرك وكل أمورنا بيد ربنا. أعمل إيه بس؟ أعبده، وأول حاجة تعبده بيها الصلاة. شير للفيديو ده لو عجبكم، وشكرا انك كملت للآخر. شكرا. السلام عليكم.